اليوم راح نحضر ألذ وأطيب شوربة شوفان كريمية ومميزة وتفيدنا بشهر رمضان. نبدأ بسم الله. وحتى نجهز هذه وصفتنا المميزة نحتاج إلى البصل والجزر والبطاطا. وهنا بعد ما قطعت الخضار إلى قطع صغيرة ضفتهم للزيت، ومثل ما تلاحظون بالفيديو أنا هنا مستخدم الكوب حتى تصير عندي مقادير الوصفة مضبوطة. هسه هنا بعد مرور 3 أو 4 دقائق من الحمس راح أضيف مكعبين مرق الدجاج وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وأرجع أحمس مرة ثانية. وبعد ما وصلنا لهاي المرحلة راح أضيف كوبين من الشوفان، وأكيد بنات تقدرون تستخدمون أي كوب موجود عندكم بالمطبخ أصغر أم أكبر، أهم شي تحافظون على المقادير. هسه هنا راح أرجع أحمس الشوفان مع باقي المكونات تقريبا من دقيقة إلى دقيقتين، وبعدها راح أضيف له 7 أكواب من المي المغلي وأغطيه وأتركه على نار متوسطة. وأثناء ما أجهز الوصفة راح أذكر لكم بعض الملاحظات وأنطيكم بعض البدائل. البديل الأول تقدرون تستبدلون الزيت بالسمن النباتي أو الزبدة، وأما البديل الثاني فتقدرون تستخدمون الدجاج بدل الخضار. أما الملاحظات فضروري تستخدمون الفلفل الأسود ومكعبات مرق الدجاج حتى تحصلون على الطعم المميز. وبالنسبة للخضار إذا ما كان مستوي عندكم تماما ترجعون مرة ثانية تضيفون للمي وتغطونه وتتركونه على نار متوسطة. هذه الوصفة تقدرون تضاعفون الكمية بس أهم شي تحافظون على المقادير. وآخر مكون راح أضيفه الوصفة 200 غرام من الخامة نفس قياس الكوب اللي أنا مستخدمته. في حال ما كانت متوفرة عندكم الخامة تقدرون تستبدلونه بنصف كوب من الحليب البودرة. وهيك يكون حضرنا أطيب شوربة شوفان بالخضار كريمية وطيبة ومميزة تفيدنا بشهر رمضان. جربوها أكيد راح تحبونها.